ورجعت تاني للفلوجات يا جماعة، وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم واهلا بكل اللي بيتابعني وكل اصدقاء البرنامج. وحشتوني يا جماعة والله العظيم، ليك وحشة كبيرة جدا. انا كان بقالي كتير موقفة فلوجات، وكنت على وشك ان انا اخد قرار ان انا ما اعملش فلوجات تاني خالص في قناتي، واخلي الفلوجات في قناة نور ونادين بس. وقعدت فترة كده فعلا، وكان مودي يعني مش عايزة اقول لكم وحش قوي، واكتشفت ان انا مفتقدة حاجة. ثانية واحدة ارد على التليفون. هيا يا نور انا جاي. ايوه ماما. انا جاي فين؟ تحت البيت بتحرك. باي. كنت بقول لكم ان انا اكتشفت اني مفتقده حاجه مهمه جدا، ان انا بس بقى يعني في الفلوجات اللي كنت بعملها كنت بتكلم معاكم وبشوف تعليقاتكم، وكنت بفرح جدا يعني بالتواصل اللي كان حاصل. فده من ساعه ما بطلت وهو مش موجود، فافتقدته الحقيقه. فازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده هنرجع تاني للفلوجات، والفلوج هيكون هتشوفوا معايا. استنوا تعالوا، انا دلوقتي هروح اخد نور ونادين من المدرسه، وهنطلع نجيب حاجات، فخليكم معايا. احكوا لي يا جماعه ايه استعداداتكم لرمضان؟ يعني انتوا من الناس اللي بيتفرج عليا من الكبار، يعني انتوا من الناس اللي بتعملوا استعدادات بتعملوا استعدادات وتخزين، وبتعملوا اكل وحاجات كده وبتحضروه تحطوه في الفريزر، ولا من الناس اللي زي حالاتي سايبينها كده وعايشين اليوم بيومه؟ انا اصلا بطبخ الغدا بالعافيه، هحضر لرمضان كمان. وديني بكره. ايه وديني بكره، شكلك قمر. شكلك حلو قوي. وديني بكره. شكلك تحفه. ايه ده انت بتصوري؟ ايه ده؟ الله، انا مبسوطه قوي. ايه ده احساس جميل. ما كانوش يعرفوا يا جماعه ان انا بصور ويقولوا لي الكلام ده. ايه ده؟ الله حلو قوي. اخدت البنات من المدرسه يا جماعه، وهخبط في العربيه اللي ورايا. هخبط في العربيه؟ لا مش هخبط. ومتجهين على المول. مصر. ايوه مول مصر. مول مصر. ايوه. هنروح دلوقتي المول يا جماعه عشان نجيب حاجات ما تستغناش عنها البنات. ده عنوان الفيديو النهارده، حاجات ما تستغناش عنها البنات. يعني ايه بقى؟ يعني حاجات مهمة في حياتنا للعناية بشكلنا لعب. ونظافت. لا انترتينمنت. مش انترتينمنت، مش دي الحاجات اللي ما نستغناش عنها. للعناية بشكلنا ونظافتنا وانتوا طبعا مش انا طب تمام. اكلنا. لا الاكل انتوا عايزين تاكلوا؟ جعانه قوي. كمان عايزين انا محتاجه تاكلوا؟ قهوه عشان اقعد معاكي في قهوة؟ اخر الفيديو. فالمهم يعني رايحين المول وهنجيب الحاجات ونوريكم واحنا بنجيبها، وكمان هنوريها لكم. وخليكم معايا كل اللي عنده بنات او كل البنات عنده بنات اللي عندهم الامهات اللي عندهم بنات، أوكي. او كل البنات اللي هم في مرحله المراهقه او كده، يخليهم معانا ويشوفوا يستفيدوا من تجاربنا العظيمه، لان احنا خبراتنا عظيمه في المواضيع دي. ويلا بينا على المول. يلا بينا. يلا بينا على المول. يلا بينا. يلا بينا. برج ايه يا نور؟ برج ايه؟ انهي واحد فيهم؟ ليو. مش قادر. لا. ما ممكن نجيب ده؟ شو هذا؟ ده بتاع منى زكي؟ لا. هيدرولونيك اكسبرت هو ده؟ ايه ده يا نور؟ هيكون ايه يا ماما؟ ايه ده؟ عايزه ايه؟ واحده ست. اهلا وسهلا. علبة. اتعرف عليها يعني؟ عايزه ولا؟ اصبغ شعري. تصبغ شعرك ايه؟ اصفر؟ بس حاجة حلو. مهمة لا للبنات. يلا اصفر في عينك. ورجعنا يا جماعه، ومش عايزه اقول لكم تعبنا جدا في المشوار وطلع عينينا. انا اصلا بكره اللف في المولات، قعدنا نلف عشان نكمل كل حاجه. ونور كمان كانت بتجيب حاجه عشان عيد ميلاد واحده صاحبتها، وغالبا هتصور لكم فيديو في الموضوع ده في قناتها غالبا. فاروحوا على قناه نوريتا شو بكره او بعده بالكتير هتلاقوا الفيديو نزل. طبعا دي كل الحاجات اللي جبناها اللي احنا شايفينها مهمه، وهي الحقيقه مهمه فعلا. كل حاجه من دول ليها اهميه معينه، ومهم ان احنا نبدا من بدري مع اولادنا او البنات، يعني يبداوا من بدري في الحاجات دي، عشان بعد كده هيلاقوا نفسهم اتسحلوا في الحياه ونسيوا نفسهم وهيدفعوا الثمن للاسف يعني. فاحنا بنلحق نور عشان قربت تدفع الثمن خلاص.
ودي كل الحاجات اللي جبناها. يا ريت تتكلمي شويه. هنقسمها لكم لحاجات تبع كل منطقه، يعني حاجات للبشره وحاجات للشعر وحاجات للجسم وحاجات للسنان وكل حاجه. انت يا نور كده من وجهه نظرك كبنت صغيره ايه اهم حاجه في الحاجات دي؟ بصراحه الديودرنت بالنسبه لي اهم حاجه يعني، والسبلاش اي حاجه فيها ريحه. احنا داخلين على الصيف يا جماعه وما ادراكم. لو في الشتاء، حتى في الشتاء ببقى قاعده في الفصل وبرده في ريحه، فالموضوع مقزز قوي. المهم بقى ايه، هنمسك جزء جزء ويلا يا نور شيل الحاجات كلها، ونخلي اول حاجه الحاجات الخاصه بيه ايه؟ الوش. ماشي. شعر. نبدا بالشعر، يلا نبدا من فوق بالشعر، يلا. طبعا الشعر ليه روتينات وحاجات كتير جدا العنايه بيه، احنا مش هنتكلم عنها، احنا هنتكلم عن حاجات جنرال. بعدين يا جماعه كنا انواع الشعر مش بنتكلم عن ده عامه، نعمل ترتيب لشعرنا عشان ما يبقاش ناشف. بالظبط، عشان كده قلنا ان حمام الكريم لا غنى عنه يا جماعه للشعر، بيتعمل كل اسبوع، لازم كل اسبوع نعمل حمام كريم. ايش حمام كريم بقى؟ ما هو اسمه حمام كريم، بس اسمه غريب قوي. هو اصلا تحسيه حمام كريم كده، اللي هو كريم حمام بنود ببلاط. حمام الكريم يا جماعه لازم يتعمل مره كل اسبوع، ارجوكم اوعوا تنسوا الخطوه دي في روتينكم بالعنايه بشعركم، سواء كبار او صغيرين او اطفال. مهم جدا ترطيب الشعر. انا عن نفسي يعني كنت بعاني مع شعري فتره طويله جدا من السشوار والبيبي-ليس والجو ده، ف اكتر نصيحه نصحتها ان انا لازم ارطب شعري ولازم اعالجه. طبعا في حاجات كتير قوي وتفاصيل كتير وحمامات زيت ومش عارف بيتحط ماسكات ايه وايه، فانا يعني بما اني ما بدخلش في التفاصيل قوي فاكتشفت يعني او قررت ان انا التزم دايما بحمام الكريم كل اسبوع، وفعلا جاب معايا نتيجه حلوه الحمد لله. وزي ما انتم شايفين دي بقى يا جماعه الكيسه اللي بنعبي فيها شعرنا، الكيسه السمراء. لما تعمل حمام كريم لازم تحط بونيه على شعرك. ليه؟ هقول لك ليه. عشان لازم ايه بقى؟ عايزه تستحمي. عايزه تستحمي تغسلي شعرك، وانت في الحمام هتغطي شعرك بالبونيه كده بعد ما تحطي له. ما تستجدعي وتقعدي في الهواء. طب وليه تقعدي في الهواء؟ ما تستجدعي، دي مش مهم، دي رفاهيه. انت دلوقتي عامله شعرك وشعرك حلو ومش عايزه تبليه وعايزه تستحمي في نفس الوقت، بتعملي ايه؟ ما استحماش. ايه ده؟ لا يا جماعه محدش يسمع كلامها يا جماعه، الحموم مهم جدا. بتغطي شعرك بالشاور كاب ده وتستحمي. فهمتي بقى فايدته؟ رفاهيه. ده بقى عشان لما تبقوا نايمين تبقوا ارنب. لا سيبكم من النور يا جماعه، انت طالعه معايا بوظي الفيديو. ارنب. ده برضو مهم يا جماعه لاي حد بيبقى عامل شعره ومجهزه وكل حاجه وعايز بقى يغسل وشه، يعمل مرطب، يعمل اي سكين كير روتين، والحاجات ما تجيش على شعرنا. فبنعمل ايه؟ هوريكم على نور. لو النبي الشعر بايظ اهو بنقفل على الشعر كده عشان لو شعر طويل شويه ما يجيش على الوش. خلصنا من روتين الشعر او من اساسيات الشعر، هنخش على الوش. ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. اولا غسول. طبعا ما ينفعش نستعمل صابون على بشرتنا عشان الصابون بيبقى مليان مواد كيماويه بتكون مضره جدا بالوش. غسول، اي نوع غسول بقى مش هتفرق، طبعا حسب نوع البشره والجو ده. انا جبت لنور غسول اسمه لا روش بوسيه ايفاكلار، ثمنه مليار جنيه تقريبا، يعني الدكتوره هي اللي كتبتهولي وانا مش عارفه ثمنه، فروحت زي العبيطه رايحه الصيدليه ومشتريه حاجات، لقيت نفسي بدفع مليار جنيه. فليه يا جماعه كده؟ عشان منتجات العنايه بالبشره دي بقت غاليه جدا جدا. بس معلش هي اول مره بس، وهجيب لها صابونه نابلسي. الغسول اول حاجه بتتعمل طبعا بيتعمل الصبح اول ما بنصحى وبالليل قبل ما بننام. هو المفروض يا جماعه بعد الصابون ده نحط مويسترايزر او يعني مرطب. على فكره احنا عندنا مرطب، ما تجيبيه. هاتيه معلش يا جماعه انتوا مصدقيننا. هاتيه معلش مش قومي. بعد الغسول بيبقى فيه مرطب، في مرطبات ب 4 مليون جنيه برضو، بس ده مرطب مش غالي اسمه بيبانثين. ده لوشن للبشره ولكل انواع البشره، بصراحه عامل معايا شغل كويس قوي. اهو انا بشوفهم بيعملوا كده في فيديوهات الميك اب فبقلب. بعد ما بنغسل وشنا لازم ننشف وشنا بفوطه. طبعا هتقولي لي ايه الافتكاسه يعني في الفوطه؟ ان دي فوطه وش. لازم يا جماعه فوطه الوش تبقى غير فوطه الجسم، لان ما ينفعش
الفوطه اللي بننشف بيها جسمنا هي اللي نستعملها في تنشيف وشنا، فلازم ولا ايدينا كمان، فلازم فوطه الوش تبقى فوطه مستقله، وكل واحد في البيت يبقى له فوطه وش خاصه بيه. ما ينفعش فوطه وش نور تتحط في وشي، تمام كده؟ حطيها في وشك حرفيا لازم بس عشان الفيديو. غسلنا وشنا ونشفناه وحطينا اللوشن. بصوا بقى دي كانوا بيقولوا لي عليها زمان، دي ميه ورد ب 17 جنيه، ارخص حاجه جبتها النهارده. فايدتها ايه؟ فايدتها انها بتقفل مسام الوش بعد ما بنخلص تنظيف ليه. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش المسام مفتوحه فيدخل فيها تراب ويدخل فيها مش عارف ايه وبقى بلاك هيدز وحاجات كده. دي اسمها ايه؟ ليافه؟ كونكوشة. دي كونكوشه يا جماعه. عشان لما نيجي نعمل غسول، يعني لما نيجي ننضف بشرتنا بنعمل كده بالراحه بحيث ان الصابون يتخلل كل مسام الوش. عبيطه برضه هتلاقوها في اخر العنقود والكلام ده ب 20 جنيه وحاجات كده. اصلا شكلها عبيط. هي عبيطه فعلا بس ظريفه يعني. طيب جبت لها كمان صن بلوك، ومش قادره اقول لكم دكاتره الجلديه بياكدوا ازاي على موضوع ان احنا ما نتعرضش للشمس من غير صن بلوك. دكاتره الدايت. ما نتعرضش للشمس من غير صن بلوك على اختلاف اعمارنا. طبعا دي خطوه انا كنت مهملاها طول حياتي لغايه اللحظه دي، مش هضحك عليكم، بس يعني بحاول من وقت للتاني ان انا افتكر الصن بلوك مهم جدا لاي بنت. ولد عادي. بسال بقى سؤال بمناسبه موضوع البنت ده، هو ليه الرجاله ما بتحطش بتعملش اي سكين كير ولا اي حاجه ولا اي بتنجان مخلل وما عندهمش مشاكل، واحنا اللي طول النهار شاغلين بالنا بمليون تفصيله؟ ليه؟ اغسلوا وشيكوا يا جماعه. بيغسلوا وشهم وينزلوا ويغسلوا شعرهم بصابون عادي وينزلوا. معرفش ايه الحظ ده. ده قناع ملوش لازمه، نور اصرت انها تجيبه يعني فانا جبته. ده عمال بقول له انا هايلورونيك اسيد. لا بس الهايلورونيك اسيد ده مهم جدا فانا جبته. ده بقى يا جماعه سكراب بالخوخ. المفروض برضو يا جماعه السكراب يتعمل بشكل اسبوعي. بصوا اهو في حبيبات اهو. صنفره للوش، ما ينفعش طبعا تتعمل كل يوم لان الصنفره الكتير دي غلط على الوش وبتعمل التهابات وحاجات كده، فبنعملها مره كل اسبوع ونقعد ندعك ننزل بقى كل الخلايا الميته والحاجات دي. ايه ده؟ فدي حاجه ظريفه قوي. ايه الميك اب. ايه الميك اب ده؟ فين الميك اب؟ بقيت الميك اب. قصدك الميك اب بتاعي انا جبته؟ ده ليك انت؟ ده ليا انا. انت مالك؟ جايباه بعيد عن الفيديو؟ انت بتضحكي على الناس. لا انا جايبه. وريهم الميك اب اللي انت جايباه. انت بتزعلي ليه؟ وريهم الميك اب كيك. بصوا يا جماعه انا وريتكم وهي بتحط لي الايلاينر ده انا جبته لسبب واحد بس، ده اول ايلاينر جبته في حياتي من 80 سنه. ودي مسكره. زي برضه يا جماعه دكاتره التجميل وكل بتوع الجلديه وكل بتوع عنايه بالبشره بيحذروا جدا ان احنا نبقى حاطين ميك اب ونروح ننام. قال لك ده قاتل للوش، وده اللي انا بعمله كل يوم الحقيقه. لازم تنضفوا وشكم من الميك اب، سواء انتوا بنات انسات او ستات كبار او ايا كان او بيهات او ايا كان نوعكم، لازم تنضفوا وشكم من الميك اب. وخلصنا كده روتين البشره، ودلوقتي هنروح على السنان والشفايف. اهم حاجه في السنان ايه؟ معجون السنان طبعا. ومهم جدا برضو يا جماعه، ودكاتره السنان برضو قالوا لي الموضوع ده كتير، فتله تنظيف السنان، لان الفرشه مهما كان ما بتبقاش واصله لحتت جوه، فمهم جدا نعمل بقنا بالفتله. بصوا اهي وندخلها جوه، هتلاقوا فيه بلاوي والله يا جماعه، صدقوني مهما كنتوا بتغسلوا اسنانكم. ده يا جماعه لب ايه هو لب حاجه زبده كاكاو يا جماعه. بالظبط، يعني هيبقى لب ايه يعني؟ ده عشان الناس اللي شفايفهم بتنشف بسرعه، او الناس اللي بتاخد حاجه للحبوب اللي هو الدواء اللي هو بتاع اللي بينشف الدهون ده بينشف الوش وكده، فبينشف الشفايف سبيسيفيكلي. عشان كده انا لسه حاطاه دلوقتي وشفايفي محمره عشان هي كانت ملتهبه، عشان انا باخد الدواء ده وبكره حياتي. ودي يا جماعه افتكاسه كده لقيتها في محل من المحلات بتاعه الادوات الصغيره. دي يا جماعه فايدتها انها تطلع كل معجون السنان اللي في الفرش. هوريكم ازاي. ونزق كده. بصوا بقت عامله ازاي من هنا. فهي بصراحه طول عظيمه جدا وموفره.
لحد دلوقتي اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه مهمه شايفينها من حاجات العنايه بالجسم وبالشعر وبالوش وكده، وايه اكتر حاجه شايفينها ملهاش لازمه. وتعالوا نروح على بقى العنايه بالجسم نفسه. طبعا يا جماعه ده شاور جل، مفيهوش كلام، شاور جل بتاع الحموم. ده اسمه، دي ماركه دوف. في طبعا ماركات كتير جدا جدا باسعار متفاوته. ده بودي سبلاش عشان ريحه العرق والكلام ده، من بابلز، ماركه مشهوره جدا هتلاقوها في المول كتير يعني. وده اللي هو الكوره اللي هي بتاعت تحت الاندر ارك عشان من تحت الحاجه. ماركه بيز لاين دي يا جماعه غاليه شويه بس مهمه، لانها ما بتعملش اسمرار وما فيهاش مواد كيماويه وما فيهاش حاجات مضره، لان معظم الحاجات دي اللي موجوده في السوق بتبقى مليانه كيماويات. حبيبي ارسمي عليهم بقى اي حاجه عشان نعرف مين. ما انا هحط بتاعتي في اوضتي في ايه. خلصنا كده العنايه بالجسم بسرعه جدا عشان مفيش حاجه ثانيه. ونروح بقى للعنايه بالضوافر. بصوا احنا عندنا 3 حاجات للعنايه بالضوافر. انتوا ممكن تستعملوا منه حاجه واحده بس، وهي القصافه. قصوا ضوافركم، مش تحتاجوا لا تنضفوها ولا تبردوها. ايوه الفيديو ده بتاع بنات، والبنات بتحب تطول ضوافرها. انا ما بحبش انا ضوافر. انت بتطولي ضوافرك ايه؟ تعالي هنا. انت قصتيهم امتى؟ دول كانوا قد الفيلم امبارح كانوا قد ما الفيلم. انا بقرف بصراحه الموضوع بيبقى يعني بص المرحله كده خلاص انا مش قادره اعيش. لا والله. والله بقرف قوي. طيب على افتراض ان انت يا بنوته ضوافرك طويله، هتحتاجي طبعا مبرد. دي قصافه عشان نقص الضوافر. دي بقى مهمه جدا يا جماعه. دي فرشه لتنظيف الضوافر من جوه. ممكن نستبدلها بفرشه سنان قديمه. على فكره بس هي دي كبيره فحلوه يعني. بصوا كده بتزغزغ. مش وشي اكيد. ممكن في ايدي بتزغزغ. تعالي كده زغزغي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب يكون الفلوج عجبكم. ولو عايزين فلوجات تانية وصلوا الفيديو ده لعدد كبير جدا من اللايكات، وما تنسوش تروحوا عند نور تشوفوا الفيديو بتاعها او فيديوهاتها الكتير نوريتا شو، عشان عايزين نرجع قناه نوريتا شو كده قويه زي زمان بالظبط كده. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.